صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه حدوتة النهاردة يا أحلى متابعين في الدنيا كلها، جاهزين لرحلة جديدة في عالم الحواديت؟ أكيد عارفين هتجهزوا إيه بقى؟ مشروبك وفشارك في إيدك ويلا بينا من غير مقدمات كبيرة نبدأ على طول. بيبدأ فيلمنا في باريس، ألكسندر وخطيبته لورا عايشين سوا، ولما بتديله لورا شبشب للفالنتاين بيتضايقوا بيقولوا إن علاقتهم ببعض بقت مملة كده ومفيهاش روح زي ما كانت في الأول، وإنهم مكملين مع بعض دلوقتي بس علشان هما متعودين على بعض بس مش أكتر. وانه عايز ياخد بريك بقى فتره، وبيقرر انه يقضي فتره في بيت صاحبه تي على البحر. الراجل العجوز ده هو صاحبه، وبيوصل هناك في الليله كلها مطر، وبيتخض لما بيشوف واحده داخله بالشباك على ايديها، وبتطلع دي هي حفيدته صاحبة تي اللي اسمها فان فان. أليكس بيستغرب إنه ما شافهاش كل ده مع إنه كان بيسمع عنها كتير. بتقوله فان فان إنها سمعت برضه عنه كلام من مود، دي مراتي يعني، وبلاش تقوله عن الكلام اللي سمعته علشان ما يزعلش. وقالت له إنها بتدرس علم العطور زي مود، وقالت له إنها ما عندهاش مشكلة تقعد معاه بريحته دي. بما إن مفيش غير أوضة واحدة بس للضيوف، فبتصر فان فان إنهم يتشاركوا في السرير لأنهم مش حيوانات علشان يناموا على الأرض. أليكس كان مش مستريح للفكرة قوي، فاتهمته فان فان إنه خايف منها، وعلشان فان فان ما بطلتش تريقة على أليكس ووافقوا أخيرا على الفكرة. واللي طلع إنها مش أحسن حاجة، لأن فان فان فضلت تضايق أليكس طول الليل. وتاني يوم بيصحى أليكس وبيفضل طول النهار مش عارف ينزل عينه من على فان فان وبيراقبها من بعيد، وبتعرض فان فان على أليكس مكان يروحوا محدش يعرفه غيرها، وهو تعوضوا عن الرخامة بتاعتها امبارح، وبيروحوا سوا على بيت وبيقضوا وقت ظريف سوا. وبيعرف منها ان المكان ده هي بتجيله كتير لما بتبقى متضايقة. ولو عايز تعرف بقية الحدوتة بقى، انزل اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل حوادثنا الجديدة. بعد كام يوم قعدهم عند صاحبه، افتكر انه كان هيقابل اهل خطيبته لورا وانه لازم يرجع لها، وبياخد نفسه وبيرجع تاني على باريس. ولما بيدخل بيته بيتفاجئ ببنت شكلها حلو قوي، وبياخد باله انها لورا بعد كده، وبيقرر انه لازم يرجع لها، وان اللي اتكسر لازم يتصلح ولا ايه. بس هي بتكون مستعجله وعايزه تمشي بسرعه علشان يلحقوا يروحوا لاهلها على الغدا. وبيوصلوا على بيت اهلها، وهناك اليكس بيشوف علاقه حماه وحماته ببعض، وبيتضايق جدا لانه مش عايز ده يبقى حاله بعد كام سنه جواز من لورا، وخصوصا ان باباها مصمم انه لازم لما يتجوزوا انه ياخد شغلانه العيله واللي هي حنوتي. وبيخلص الغدا وبيرجع تاني أليكس على بيت الشاطئ بتاع صاحبه، وبيعترف له انه بيحب فان فان، وانه خايف يعترف لها او انه ياخد خطوه لانه مش عايز يرجع تاني لنفس النمط، بانه في الاول حب وفي الاخر بيقلب بتعود وكل المشاعر اللي بينهم بتموت. فبيقول له تي ان برضه انت ما تقدرش تحكم من يوم واحد. فبيقرر أليكس انه عنده الحل للمشكله دي، وانه هيكون بينهم حب شريف، يخرجوا كتير ويروحوا اماكن كتير بس من غير ما يحبها او يرتبطوا، ويبقى كل اللي بينهم مجرد صداقه وبس. وبكده برضه مش هيبقى بيخون خطيبته ولا هيقع تاني في نفس النمط اللي اخرته تعود، ويكون رضي كل الاطراف. وتاني يوم بيجيب لفان فان ورد، وبيروحوا يتغدوا في شقه فخمه جدا علشان يتعرفوا على بعض اكتر، لدرجه ان فان فان اعترفت له انها مش قادره تدفع الايجار بتاعها. وبتكتشف ان فان فان دي مش شقه اهل اليكس زي ما كان مفهمها، فبيعترف لها انه كان بس عايز يدي فان فان اللي تستحقه من مكان فخم وعيشه زي دي. وبيخرج الاتنين بعد كده وبيروحوا على العربيه، وبيغمي عينيها علشان يعمل لها مفاجاه انه هياخدها لفيينا، بس في الحقيقه هو رايح على مسرح كانوا بيجهزوا لانه يبقى زي فيينا. وبيلبسوا هدوم الاستعراض وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا كانهم على المسرح. وكان اليوم ماشي تمام وزي الفل لحد ما أليكس اقترح انهم يعملوا نخب لصداقتهم وانها تدوم طول العمر. طبعا فان فان بتتضايق جدا وبتحاول ما تبينش، ولما بيحس انها اتضايقت فبيقترح انه يروحها، بس هي بتقول له انه يوصلها لبول، وبول ده صاحبها وبيساعدها في عمل ابحاثها الدراسيه، وفعلا بيوصلها وهو وبيمشي. ولما بيدخل بيته بيلاقي لورا خطيبته مستنياه، وبتشك فيه انه بيخونها لانه بيرجع متاخر وانه متغير معاها وما عادش بيحبها زي الاول، وكلام من اللي انت عارفه ده بتاع الستات. فبيعترف لها انه فعلا كان مع واحده تانية بس ما كانش في بينهم اي حاجه والله، وانها مجرد خروجه عاديه بينهم. وبيرجع الاتنين يتخانقوا تاني على اختيارهم للمعازيم في الفرح مثلا. فبتساله لورا هو ايه اللي حصل لهم وانهم ما كانوش كده، فبيرد عليها ان مفيش حاجه حصلت بينهم وانه بس علشان السن مش اكتر. وبنروح لفان فان واللي بتحكي مع مود عن أليكس وقد ايه هو مضايقها وان بيقول عليهم صحاب. فبتفهمها مود ان أليكس لازم يعمل كده لانه مرتبط بلورا، ولما بتعرف فان فان عن لورا بتتضايق اكتر، وبتوعد مود انها هتركز في مذاكرتها وامتحاناتها الفتره اللي جايه علشان هي لازم تنسى أليكس وتقطع علاقتها بيه تماما، وان خلاص كده هي هتفوق لنفسها.
فان فان بترجع تخرج مع أليكس تاني وبيخرجوا مع بعض في أماكن كتير ومختلفة، وبتحاول بعد كل خروجة إنهم يقعدوا مع بعض أكتر. بس بيكون أليكس مخلص جدا للورا ومش عايز علاقته بفان فان تتطور، مع إنه حاسس إنه ما عادش بيحب لورا زي الأول، مش زي الناس اللي أنت تعرفهم اللي مع أول مطب بيكونوا يقول لك أنا عندي ظروف وأنت تستاهلي حد أحسن مني. المهم نرجع لأليكس اللي بيروح لصاحب البيت اللي فان مأجرة منه وبيساعدها في أجر البيت اللي هي كانت قالت له مش عارفة تدفعه، وبيعرف من صاحب البيت إن الشقة اللي جنبها فاضية. وفي يوم بتزهق فان من اللعبة بتاعتها هي وأليكس، وبتتصل عليه علشان يخرجوا سوا، وبتقول له إنها عارفة إنه مرتبط بلورا وإنه لازم دلوقتي يختار بينهم هما الاتنين. فبيصر أليكس إنه عايز يفضل هو وفان صاحب مش أكتر. فان بتقول له إنها بتقدر تشم ريحة هرموناته واللي بتكتشف عن مشاعره ناحيتها. هتسألني هل في حاجة زي كده أصلا؟ أقول لك أيوة، كانت جت في مسلسل هانبيل قبل كده، واللي بالمناسبة لو عايزين تشوفوا ملخصه هو أو أي فيلم تاني عرفونا في الكومنتات. بس بنرجع لأليكس اللي حس إنها خلاص حصرته، فبيقرر انه يعتذر لها وبيروح الحمام، بس بيخرج بره وبيروح على صيدليه يجيب منها منوم ويحطه في المشروب بتاع فان واللي لما بترجع وتشرب منه بتبدا تحس انها داخل بياخدها ويروحها، وبتصحى تاني يوم في بيت الشاطئ بتاع جدها وبتحاول انها توقع أليكس في حبها باخر خطه عندها، وفعلا بيقع. وقبل ما بيقع بخطوه بتيجي لورا بمركب علشان تعمل جو، بس الأليكس تشويق اللي بيحبه علشان تقول له انها حامل. وطبعا فان لما بتسمع ده بتتعصب جدا وبتضرب أليكس بالقلم وبتاخد المركب وبتمشي. طبعا أليكس بيتضايق من ده، ولما بتاخد بالها لورا من ده بتتعصب وبتفضل تعيط وتقول له يا ريتك خنتني احسن علشان على الاقل تبقى واضح مش متشتت ومشتتني معاك. وبكده بيكون الكل متضايق، وفان مش بتعرف انها تركز في دراستها وبسبب اللي حصل لها. وبعد فتره بتعترف لورا لأليكس انها مش حامل ولا حاجه، وانها عملت كده علشان تخلي أليكس يركز معاها لانها شايفه ان جوازهم بيقرب ولازم تعمل حاجه تحافظ بيها عليهم. وبكده أليكس مش هيفضل متشتت بين فان ولورا. فأليكس بيتعصب وبيروح يرمي الدعوات في الشارع وبيروح علشان يكلم فان بس بيفضل يدور عليها كتير لحد لما بيشوفها بتركب اتوبيس رايح على ايطاليا. بيجري وراه على امل بس يعرف يتكلم معاها، بس مش بيعرف انه يشوفها تاني ولا يوصل للاتوبيس اصلا. وبيروح لصاحبه تي وبيفضل يتكلم معاه بانه عايز يعيش مع فان بس هو مش عايز الروتين اللي هيجي بعدين. فبيقول له تي انها مش هتقعد هناك على طول وانها ترجع كمان 10 ايام بس، ولما بترجع بيقدر انه يعترف لها باللي هو عايزه. بيستغل أليكس الوقت ده وبيشتغل علشان يقدر يشتري الشقة اللي جنب فان ويركب مراية بين البيتين من جهة واحدة علشان يقدر انه يعيش معاها من غير ما يبقى عايش معاها فعلا. وفعلا لما بترجع فان وبيكون أليكس فرحان انه يعتبر عايش معاها، وبعد فترة من رجوعها بيتكلموا علشان تعتذر له على الألم وبتعزمه على الغدا مع جدها وجدتها وانها موافقة انهم يبقوا صحاب بس. ولما بيتقابلوا زي ما اتفقوا بيتفاجئ أليكس لما بيشوف بول معاها لانهم دلوقتي بقوا مرتبطين، وبيمثل انه سعيد ليهم بس هو في الحقيقة متضايق من جوه جدا. ولما بول بيمشي بيقول لها أليكس انه فركش مع لورا وانه دلوقتي سنجل، بس بترد عليه بان دلوقتي متأخر قوي على الكلام ده. وعلى الغدا بيعترف بول للكل بانه هو وفان قرروا انهم هيتجوزوا، وده بيعصب أليكس اكتر. ولما بيروحوا على شقتهم بيروح أليكس يلم حاجته لان خلاص ما عادش ليه لازمه انه يقعد يستناها دلوقتي. بس قبل ما يمشي بيدخل بول وفان البيت بتاعهم، وبسبب المرايه بيشوفهم أليكس بيتخانقوا وبيعرف انهم كانوا بيمثلوا عليهم كل ده انهم مرتبطين. وبيفهم ان بول عايز يرتبط بيها بس هي مش قابله، وبتدافع فان عن أليكس بان قلبه طيب ومش لعبي زي ما كانت بتسمع عنه، وانه كان بيساعدها في ايجارها من غير ما هي تعرف. وبنروح لتي ومود اللي بيقول لها على حكايه المرايه بتاعت أليكس وبيخليها ما تقولش لحد عنها خصوصا فان. تاني يوم بتروح فان بيتها وبتفضل تخبط على المرايه وبتكلم أليكس وبتقوله انها عايزه تفسير عن اللي بيحصل في حياتهم ده دلوقتي. فبيعلي أليكس صوته علشان فان تسمع من على جنب التاني، وبيقول لها عن صدمه في حياته زمان اللي مخليها يبقى معقد في الحب. فبتقول له فان انها مش هتبقى زي ده وانهم مع بعض يبقوا حاجه احسن. وبيقرب الاتنين من المرايه بس بتقول له فان ان ده برضه مش كفايه وان معاه مهله لحد الساعه 10 ولازم يفكر هيعمل ايه بالظبط. فبيخرج أليكس على المطعم وبيفضل يفكر لدرجه انه بينسى الميعاد، وبتعدي الساعه 10 ولما بيرجع بيلاقيها انها مشيت وسابت وراها رساله بتقول فيها انها هتروح لاختها. وبيكلم أليكس مود علشان يطمن عليها ويعرف يوصل لها. فبتقول له مود ان اختها ماتت من زمان عند النهر، فبيفضل يعيط ويتمنى انها ما تكونش عملت في نفسها حاجه، وبيفضل يفتكر كل اللحظات اللي عدوا بيها سوا، وبيفكر انه مش ممانع انه يتجوز فان بعد كل ده. وبيسمع أليكس صوت غريب من شقته وبيلف يشوف فيه ايه، بيلاقي فان بتكسر المرايه اللي بينهم وبتقول له انها غيرت الميعاد ومعاه لحد الساعه 10 الصبح علشان يصلح اللي عمله. وبيخلص الفيلم على كده بنهايه سعيده بعد ما بيرجع اخيرا أليكس وفان.
خلصت حدوتة النهاردة، لكن حوادتنا لسه كتير جاية، فما تنساش بقى تعمل اللايك واشتراك في القناة قبل ما تخرج، وتفعل زرار الجرس قبل ما تخرج برضو علشان يوصلك كل حوادتنا الجديدة. سلام.